مساء الخير عليكم، اخباركم عاملين ايه؟ احنا في حاجه عايزه اقولها مهمه جدا جدا قبل ما نبتدي الفيديو. مباراه الزمالك وبلاك بولز كلنا عارفين ان هي هتكون يوم الاربعاء الساعه 9 مساء. طيب سؤال بسيط، المباراه دي احنا عارفين ان هي هتكون من غير جمهور. هل المقيمين على الموضوع لم يدركوا تماما انه اذاعه المباراه هتتم على قناه مشفره؟ فالشيء الطبيعي انه محدش هيعرف يتفرج في البيت ومفيش حضور جماهيري، فمش هنعرف نتفرج في الاستاد، فهنضطر نتفرج فين؟ هنضطر نتفرج على القهوه، على كافيه وخلافه. النقطه هنا بقى، هل انتوا ما عندكمش بربع جنيه ادراك ان ليفربول هيلاعب ريال مدريد الساعه 10، فبالتالي مفيش يعني قهوه ولا كافيه هيشغل ماتش الزمالك وبلاك بولز، وهيضطر ان هو يشغل ريال مدريد وليفربول؟ فالطبيعي ان المشاهد الزملكاوي مش هيعرف يتفرج على الماتش، لا هنعرف نتفرج على القهاوي ولا هنعرف نتفرج في بيوتنا لان القناه مشفره، ولا هنعرف نتفرج في الاستاد. فانا هنا بقى السؤال، هل في امكانيه في تغيير موعد المباراه ولا مفيش امكانيه؟ انا بسال السؤال ده، انا ما عنديش اجابه ليه، انا ما اعرفوش فعليا، يعني لو في امكانيه او لا انا ما اعرفش. هل نقدر نغير ولا ما نقدرش؟ دي انا ما اعرفهاش، انا بطرح السؤال على المقيمين عن الموضوع. هل إدارة مجلس نادي الزمالك هتقدر تتدخل وفي إيديها الإمكانية إن هي تغير؟ لو في إيديها الإمكانية، فالسؤال هنا، لو انتوا في ايديكم الامكانيه ما راجعتوش ليه وعرفتوا المشكله اللي هيواجهها الجمهور ومش عارف يتفرج على ماتش فريقه، فليه ما غيرتوهاش؟ ولو ما عندكوش الامكانيه يبقى قدر الله وما شاء فعل، الغلطه دي تروح على المقيمين على الموضوع واللي في ايديهم الامكانيه للتغيير او تحديد موعد المباراه. فلو في ايدينا الامكانيه في التغيير اتمنى نلحق ونتدخل في الموضوع ده، نخاطب بقى الكاف، نخاطب المقيمين. انا ما اعرفش في الجزئيه دي، ورحم الله امرئ عرف قدر نفسه، بحبش اقول حاجه ما اعرفهاش. فلو انتوا تقدروا تغيروا موعد المباراه بحيث ان احنا نقدمه شويه مثلا او ناخره شويه، تاخير صعب طبعا، فلو ينفع نقدمه شويه فنكون شاكرين جدا للجميع، ده لو في امكانيه. ولكن اتمنى ان الملاحظه دي نركز فيها كويس جدا، سواء في المباراه دي او المباريات القادمه، نراجع جدول المباريات ونشوف بيتعرض على قناه ايه. والله العظيم عيب ان احنا اللي نطلع نقول لكم يا جماعه ركزوا، للجميع مش لمجلس اداره نادي الزمالك. عيب ان احنا اللي نطلع نقول لكم يا جماعه اصل في مباراه في الوقت الفلاني ودي قناه مشفره ودي قناه ما اعرفش ايه. لازم انتوا اللي تكونوا مدركين للكلام ده يا جماعه. يا جماعه احنا اللي بنتعلم منكم، يا جماعه احنا المفروض بنتعلم منكم يا جماعه، نفوق بقى. ندخل بقى على موضوعنا النهارده، وكالعاده مشاكل. طيب نيجي بقى على مشكله ابناء نادينا، ابناء نادي الزمالك وغير ابناء نادي الزمالك، بمعنى مشكله فتوح اللي هي عامله اثاره جدل على السوشيال ميديا. فتوح بيتسلم للجمهور تسليم اهالي، بيتسلم من مين؟ من ابناء نادي الزمالك. طيب ازاي؟ دلوقتي احنا عندنا كذا فرد، عندنا الاستاذ ممدوح عباس اشعل المشكله، وعندنا مشكله خاصه بفتوح، يعني هنا عندنا فتوح الضحيه، وعندنا الاستاذ ممدوح عباس اشعل الفتيل، وعندنا استاذ خالد الغندور سلم فتوح للجمهور، وعندنا الطرف الاخر اللي هو المفروض بيصطدف الماء العكره، ولكن حدث غير المتوقع يا صديقي، وهو ده اللي انا طالعه اتكلم عنه، ان بجد اللي حصل عيب قوي. سيف زاهر والمحمودي، سيف زاهر والمحمودي طلعوا دافعوا عن فتوح تجاه ابناء نادي الزمالك اللي هم بيسلموا اصلا فتوح للجمهور. فانا اطلع اقول لاستاذ سيف زاهر شكرا، ما طلعتش من ابناء نادينا، ما طلعتش من ابناء نادينا وخلت شكلنا بقى وحش، انه ابناء نادينا هم اللي يسلموا ابننا للجمهور. المشكله بتقول ايه بقى؟ المشكله بتقول انه فتوح قبل مباراه الزمالك والمصري البورسعيدي عنده برد. الناس لما سالت، حتى انا قلت على الاكونت بتاعي على الفيسبوك وقلت على الانستجرام، انه لما الناس سالتني هو ليه فتوح ما حضرش المباراه، ما كانش موجود في المباراه، قلت لهم فتوح عنده برد شديد. واعتقد ان احنا لما بنقول حاجه بنبقى متاكدين منها عشان ما نسوحش الناس، يعني سواء لينا او علينا بنقول اللي لينا او علينا. فانا قلت فتوح عنده برد، وكذا حد اعلن قبلي وبعدي انه فتوح عنده برد شديد. يا جماعه مش من مصلحتنا كلنا ان احنا نكذب ونطبطب على فتوح ونداري على فتوح. اعتقد في الفيديو اللي فات، اعتقد الجميع شاف وانا بنتقد لاعبي الزمالك ككل وبنتقد مجلس الاداره. اذا مش عايزه اسمع جمله ايه انت بتحامي لحد وبتدافعي، انا بقول اللي ليا واللي عليا، اللي اخطا بتكلم عنه. فلو فتوح اخطا، فتوح مش فوق النقد، كنت هطلع اقول فتوح يا جماعه بيتدلع، الموضوع سهل وبسيط. ولكن قلت
اللي هي فتوح عنده نزله برد. فالاستاذ ممدوح عباس طلع تويته، ونحط بين قوسين الاستاذ ممدوح عباس اللي لا هو رئيس مجلس اداره نادي الزمالك ولا هو عضو من اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ولكنه كان رئيس اسبق ولكن متبرع حتى الان لنادي الزمالك بمبالغ وقدرها which is good. يعني تمام، على راسي والله اللي انت دفعت فلوس كتير، بس مش معنى ان انت دفعت فلوس كتير ان انت تتدخل في امور النادي، ان انت تتدخل في امور بتتم في الغرف المغلقه ومكانها الاصلي الغرف المغلقه، وتطلع تسلم اللاعب تسليم اهالي للجمهور على غير درايه. لا نعلم ايه المشاكل اللي حصلت بينك وبين فتوح، فبالتالي حضرتك طلعت تويته تسلم فتوح تسليم اهالي للجمهور وتقول لهم في فتوح كان ما عندوش، في لاعب كان عنده قايل ان هو عنده نزله برد لكن هو زي الجن الاحمر. ليه؟ ايه سبب طلعان التويته دي؟ التويته دي طلعت ليه؟ ايه السبب غير اديني عقلك، غير ان انت طالع تسلم فتوح للجمهور؟ طالع تسلم فتوح للجمهور ليه؟ الله اعلى واعلم. حد مسخنك على فتوح؟ الله اعلى واعلم. قلنا اللي عارفينه بنقوله، اللي مش عارفينه ما بنتكلمش فيه. انا ما اعرفش ايه السبب اللي مخليك تطلع تتكلم كده، ولكن تعليقي وان انا ارمي اللوم على مجلس اداره نادي الزمالك استاذ ممدوح عباس، مع كامل الاحترام كون ان حضرتك دفعت فلوس كتير جدا لنادي الزمالك، ولكن لو انا ابن من ابناء نادي الزمالك ومعايا مبالغ وقدرها، معايا فلوس كتير، ربنا انعم عليا بفلوس كتير، قدرتي الماديه عاليه، وانا بحب نادي الزمالك، هروح ادفع الفلوس اللي انا عايزاها لنادي الزمالك ومش هتدخل. مش هتدخل لاني مش مسؤوله في النادي بشكل او باخر. انا من بره، انا بدعمكم بفلوس، شايفه انه النادي ده بيعمل اخطاء فانا قررت ما ادعموش، مش هدعم، مش هديلهم فلوس وخلاص يلا يا نحله لا تقرصيني ولا عايز عسل منك. الموضوع سهل وبسيط، لكن مش كل جنيه ادفعه اطلع تويتات او من الجمهور سواء على مجلس الاداره او على لاعبي نادي الزمالك. مش من مصلحتنا اطلاقا ان احنا نروح ندافع عن فتوح. حضرتك فتوح مش ابن خالتنا، فتوح مش مضايقنا. فتوح لما كان بيعمل اخطاء كنا اول ناس بنطلع ننتقده، فلما نقول ان فتوح عنده نزله برد يبقى صدقني عنده نزله برد. هو مش جوز خالتي علشان اطلع دافع عنه واطلع براه وامام الجمهور، ولكن عيب لما تكون حضرتك الرئيس الاسبق لنادي الزمالك وتروح تسلم الواد تسليم اهالي للجمهور. ده كله عشان حضرتك دافع قرشين. انا اسفه جدا، قرشين ايه اللي يخلوني اوطي راسي؟ قرشين ايه اللي يخلوني قدام العالم كله ان ابناء نادي الزمالك هم اللي بيجرحوا في نادي الزمالك، في حين ان مش ابناء نادي الزمالك هم اللي طالعين يدافعوا عن فتوح وطالعين يقولوا لك عيب؟ اللي هم مين؟ اللي هو سيف زاهر اللي بجد بقول له شكرا. اصل حاول يلحقنا، حاول يلم. الغريب بيلم واللي مني مزعلني. كنت بقولها على الاهلاويه الجمله دي، اللي مني مزعليني لما رامي ربيعه غلط فيهم، ولكن انا كمان اللي مني مزعليني لما ابناء نادي الزمالك هم اللي يطلعوا يجرحوا، في حين ان سيف زاهر والمحمودي هم اللي يطلعوا يقولوا لك عيب يا استاذ ممدوح، عيب. حضرتك الكلام ده بيتم في الغرف المغلقه. اعتقد وصلنا لمرحله ميؤوس منها، ما بقيناش عارفين راسنا من رجلينا، ما بقيناش عارفين ايه في ايه، ما بقيناش عارفين مين مجلس اداره نادي الزمالك. اللي اعرفه انه كابتن حسين لبيب و11 واحد تحت كابتن حسين لبيب، رئاسه كابتن حسين لبيب ونائب وامين صندوق والاعضاء تحت السن وفوق السن. ده اللي انا اعرفه، ده اللي عندي علمي بيه. طيب انا شايف ان فتوح عمل حاجه غلط وانا بدفع فلوس. كنا نقدر نرفع سماعه التليفون ونقول الو يا كابتن حسين، انا عندي معلومه ان فتوح عمل 1 2 3. لو اثبت اللي حضرتك بتقوله ده فتوح هيتعرض للمعاقبه. عشان كده بنقول الكلام ده بيتم في الغرف المغلقه. وبعدين هي مش خلطبيطه بالصلصه يا استاذ ممدوح، يعني في دكتور، في جهاز فني، في مجلس اداره، في ليله كبيره هم اللي المفروض سايقين الموضوع ده. لما الدكتور لو لاعب، اصل اللاعب ما بيلعبش في الدوره الرمضانيه، لاعب في نادي الزمالك لو جاله برد تعب حصل له اي حاجه بيتعرض على دكتور الفريق، بيتعرض على الدكتور، والدكتور هو اللي بيحدد يستحق وبيتدلع ولا لا. فالطبيعي لو فتوح كذاب وقال لك لا انا مش لاعب وانا مش عامل علشان اللي حضرتكم طالعين بتقولوه وبيتدلع وخلافه، طبيعي الدكتور هينقل الصوره دي للجهاز الفني، وبالتالي الجهاز الفني هينقل الموضوع ده للاداره وهيتخذ ضده اجراء وهيتم تنزيل عقوبه عليه. انت بتقول ايه؟ انت كده طلعت المجلس كله ان هو موطي الفتوح، انه فتوح ضحك على المجلس كله، ان فتوح وانت بقى اللي جبت التايهه، انت اللي طلعت قلت لنا كشفت لنا السر العميق
فتوح اداكوا كلكم على وشكم، وفتوح قاعد اساسا. ما هو المجلس ما نزلش عليه عقوبه. ما هو معنى ان المجلس يبقى عارف ان فتوح بيتدلع وما ينزلش عليه عقوبه، يبقى المجلس ده غير جدير، غير جدير بالثقه، وغير جدير بالاداره، ما بيعرفش يدير. انت طلعت سلمت المجلس وفتوح للجمهور، ويلا يا حريقه قومي. ونيجي بقى على الشخص الاخر، الاخ خالد الغندور. خالد افتكر كويس جدا لما انت وقعت في مشاكل كتير مع بعض اللجان اللي وقف في ظهرك جماهير نادي الزمالك. انت طلعت تصطاد. ما هو هنا بقى انا اقدر اقيم الزملكاوي، بمعنى انا زملكاويه وعرفت مشكله واملك القرب من مجلس الاداره، هتصل على مجلس الاداره، مش هروح افضح نفسي على السوشيال ميديا ولا في الاعلام. هتصل على مجلس الاداره اقول ايوه يا كابتن حسين في مشكله دلوقتي دايره كذا كذا كذا، خد بالك. وهو بدوره يقوم بدوره، او يطلعها للي بعده او اللي بعده واللي بعده يقوم بدوره، وهكذا. بس نلم الليله. لكن اول ما نعرف ان في مشكله، اجري هات لي الكاميرا يا عم، هات لي بدله، يلا البس. من نادي الزمالك في مشكله حاليا، والواد فتوح طلع فعلا بيستهبل، والتويته اللي طلعها الاستاذ ممدوح عباس حقيقيه يا جماعه. انا كنت عارف من زمان، انا كنت عارف، ولكن ما رضيتش ان انا اقول لك. لما استاذ ممدوح عباس سلم فتوح للجمهور، انا كمان طلع اقول لكم بقى السبب ان الديه ومش الديه والفلوس والنادي ونسرح الجمهور بقى، دماغه تروح تسرح بقى، دماغ الجمهور تسرح بقى. يا لهوي ده كله حصل ايه وازاي، ونبقى ترند والبرنامج بتاعنا يعلى واحنا نعلى، وطز في نادي الزمالك، طز في نادي الزمالك. المهم ان برنامجي يعلى والترند يعلى يا استاذ خالد. لو احنا كلنا ماشيين ورا الترندات كان زمان. ولا انت يعني مش عارف ان احنا كلنا عارفين حاجات كتير قوي؟ كلنا جمهور عارف، واحنا ميديا زمالك عارفين، وميديا الاهلي عارفين، وفلان عارف، كل حاجه معروفه. ولكن هنا يكمن الفارق كالمعتاد، لما بنقول هنا يكمن الفارق. لو انا ابن من ابناء نادي الزمالك هلم، مش هفضح. ولما انتقدوك يا كابتن خالد الغندور، لما عندنا مثلا الناقد الرياضي الاستاذ محمد ناصف اعترض على سيادتك وقال لك الكلام ده يا كابتن بيتم في الاوض المغلقه. يا كابتن احنا وقفنا جنبك كتير، كان المفروض تلم مش المفروض تتكلم. ما ينفعش تسلم فتوح للجمهور، وفتوح فعلا كان عنده نزله برد، وقال لك ان من الطبيعي ان الدكتور بيكشف عليه وخلافه و طلعت تهاجموا على السوشيال ميديا وتقول لي بمعنى اصح مجمل كلامك. انا لما قريته استغربت. مجمل كلامك ان انت بتقول على ناصف اللي هو الناقد الرياضي اللي احنا عارفين كويس قوي ان هو ابن من ابناء نادي الزمالك، بتقول له كده بالبلدي لا ما تطبلش الفتوح. لا انا بقول الحقيقه، على الغلط بقول عليه والصح بقول عليه. لما نلاقي ابناء نادي الزمالك هم اللي طالعين يجرحوا علشان خاطر الترندات وعشان خاطر نعلى وعشان نبقى جامدين وعلشان نبان قدام الكل ان احنا حياديين، فالقنوات تبعت لنا بقى، وتقول لنا ولو النبي بموت فيك حبيتك ما دام انت حيادي. تعالى بتخبط في ناديك يا حبيبي وبتسلم لاعبيك للجمهور، تعالى اخدك في برنامج عندي يا روح قلبي، احبك موت. فنعلى اكتر واكتر، مش مكفينا اللي وصلنا له لان احنا طماعين. اذا احنا ما نحسبش نفسنا بقى ابناء من ابناء نادي الزمالك. الله يرضى عليك وخلي الامور توضح للجميع. ما تقوليش انا ابن وانا كادر من كوادر نادي الزمالك وانا ابن من ابناء نادي الزمالك، لان اللي انت بتعمله يثبت العكس. كابتن خالد عيب، ما ينفعش احنا اللي نطلع نقول لكم لموا، ولما نقول لكم لموا تهاجمونا وتقولوا لنا لا المفروض نقول، لا المفروض لو عندنا معلومه نتكلم. احنا ناس حياديه، احنا عايزين الصح وعايزين المصلحه، نطلع نجرح بس عايزين المصلحه. يا شيخ بلا قرف، بقالكم فتره كلكم قرفنا. هنفضل لحد امتى احنا اللي نلم؟ هنفضل لحد امتى احنا اللي نحجم الامور؟ واحنا لما نبقى عارفين حاجه نحط الجزمه ببقنا ونسكت ونقول لا نداري. يا مجلس اداره نادي الزمالك تاني وتالت ورابع، في ايه؟ احنا مش عارفين نلم ليه؟ احنا مش عارفين ندير ليه؟ يصعب عليا اقول الجمله دي ليه احنا مش عارفين ندير. ما احنا لو عارفين ندير، واحد زي ممدوح عباس لو هو بيقدم لي فلوس هقول له بس اقف عندك، لو انت هتقدم لي فلوس يبقى بعد اذنك ما تتدخلش، ولو هتتدخل عن طريق الاستشاره اهلا بيك مرحب بيك، ولكن الاستشاره دي مش معناها ان انا لازم انفذ اللي انت هتقوله لي، ومش معنى ان انت هتديني فلوس هتطلع تتنك عليا بيهم وتطلع تسلم اللاعبين للجمهور وتطلع تسلمني للجمهور وقت ما تقلب عليا يبقى بمزاجك. انا مش خدام عندك يا مجلس الاداره.
انا مين؟ رئيس ناديه ممدوح عباس ولا حسين لبيب؟ ايه اللي احنا بنقوله ده؟ ما دام انتوا بقيتوا تتكلموا في العلن وكل حاجه في العلن، فاحنا لازم، مش هينفع نرفع سماعه التليفون عليكم ونقول لكم الكلمتين دول، لازم نقولها لكم قدام الكل. لموا بعض، الكلام ده بيتم في الغرف المغلقه. لموا بعض، الكلام ده مش للعلن ابدا، مش للعلن ابدا. ولما حد يطلع يتكلم على ناديك المفروض انت اللي تخرس الالسنه، مش احنا خالص. انتوا فين دوركم؟ دوركم فين؟ احنا ما بقيناش شايفين دوركم. احنا وصلنا المهزله، وللاسف للاسف للاسف مش هعرف اجي عليهم اكتر من كده واواجههم واتكلم معاهم، لان مجلس ادارتي ساكت. العيب على اللي ساكت. اديني سبب انت ساكت ليه؟ عشان بيدفع فلوس، عشان بيدفع فلوس فانت ساكت. طب خلاص سيبه يدير، سيبه هو ياخد المنصب، يبقى رئيس نادي الزمالك. منظرنا بقى زفت، منظرنا بقى زفت، وكل فيديو الواحد يبقى زفت عن اللي قبله. وصلت الواحد لمرحله وحشه، لان احنا وصلنا لحته ان احنا ما بقيناش عارفين قيمه نادي الزمالك. فيا جمهور نادي الزمالك، بالنسبه لكلام الكابتن اللي لا اعتبره ابن من ابناء نادي الزمالك، لانه لا يمثلني وسيظل لا يمثلني، خالد الغندور، واللي قاله الاستاذ ممدوح عباس رئيس النادي الاسبق، لا يمت الحقيقه بصله، لا يمت الحقيقه بصله. وملناش مصلحه ندافع عن فتوح لو اخطا هنقول له انت بتدلع، زي ما قلنا اللعيبه التانيين انتوا بتدلعوا في الملعب، لساننا مش مقطوع. فتوح كان عنده برد. طالع الاستاذ خالد الغندور يقول عكس كده ليه؟ الله اعلى واعلم. طالع على الاستاذ ممدوح عباس يقول عكس كده ليه؟ الله اعلى واعلم. ولكن والله هتفضل مشكلتنا الازليه ان احنا بنجرح مننا فينا، ان احنا بنحارب في حرب داخليه جوانا. احنا اللي بنحارب بعض، سواء على الاعلام او سواء في الاداره او سواء في اداره سابقه او سواء في اداره حاليه او سواء في ميديا زمالك. احنا اللي بنحارب بعض. طول ما احنا كل واحد في ناحيه، وطول ما احنا ايدينا مش في ايد بعض، ما نجيش نعاتب على الغريب لما بيجي يتدخل. لان تعالى اتفرج على الغريب ويصعب عليا اقول كده، وحياه رحمه ابويا الغالي يصعب عليا اقول الجمله دي، ولكن طفح الكيل فلازم اقولها. اتفرج على الاخرين بيحاجوا على بعض ازاي، حتى لو في مشكله. ما بقولش لو في مشكله عندنا ما نعالجهاش. في فرق بين ان انا اعالج المشكله وبين ان انا افضح المشكله. فرق شاسع ما بين الاثنين. لو تملك الجرأه او تملك العقل، قليلا من العقل، هتفهم اللي انا بقوله. لو انا عندي مشكله المها، ده لو مشكله حقيقيه، مش مشكله فيك، مش مشكله مفيكينها عشان نطلع ترند او علشان في سبب يدعو لكده، سبب داخلي، غيظه داخليه، مشاكل داخليه، فيلا نسلم. الخارج بيلم. تيجي تقول له عندك اللاعب الفلاني، تبقى انت شايف كجمهور وكانسان عادي، شايف اللاعب ده وشايف العضو ده بيعمل مشكله وبيعمل في المكان الفلاني. لو انت سهران واللاعب ده سهران، هتيجي تكلمه وتقول له يا جماعه ده اللاعب ده سهران، الصوره هي بتاعت اللاعب هو سهران، يقول لك كذاب، ده اللاعب لسه مطلع من على المصليه، كان امام جامع، كان بيئم بينا في الجامع. انت كذاب. بيلم على اللاعب، سواء بقى هيعاقب اللاعب داخليا او مش هيعاقب اللاعب ده داخليا، ده تعتمد على مبادئه. ولكن في الخارج في العلن بيحاجي، بيلم، ما بيوسعش، ما بيفضحش. تيجي تقول له طب فيديو اهو، جايب لك فيديو، هتقول له ايه؟ هيقول لك ايه؟ هيلاقي اي مخرج يكذبك منه. المهم مش هيوصلك اللي انت عايزه، ان انت تشمت في لاعبين، وهيقوم لجان وهيقوم اعلام وهيقوم الدنيا ان هم يطلعوا لك ده ان الشخص اللي انت اتكلمت عليه ده طائر بجناحين، ملاك نازل من السماء، عينك توجعك من كتر النور اللي انت شايفه، من الايمان اللي انت شايفه. والحقيقه عكس ذلك، وكلنا بنبقى عارفين وانت بتبقى مدرك لده. ولكن اللي بيحصل في الغرف المغلقه مش هو نفس اللي بيحصل في العلن ابدا. وما الغرف المغلقه سميت الغرف المغلقه ليه؟ لكن احنا بنطلع نفضح نفسنا عشان خاطر الترند. احنا اللي مش متشابكين مع بعض، لا اداره حاليه ولا اداره سابقه ولا ميديا ولا جمهور، ولا كل يغني على ليلاه تحت مسمى اصل انا لو لقيت حاجه غلط هطلع انتقدها. محدش قالك ما تنتقدهاش، انتقدها، صح ان انت تنتقدها، خليك على مبدأك. ولكن لو وجدت حاجات تتحل في الغرف المغلقه حلها. بمعنى ما اطلعش افضح الناس اللي عندي لو هم اخطأوا،
ما اطلعش افضحهم واقول ده بيعمل وبيسوي. كلنا بنعمل وبنسوي، كلنا يا جدعان. ده لو غطاء الستر انكشف يا الله يا الله على اللي هنشوفه، يا الله هنتعمي من كتر اللي هنشوفه، من هول اللي هنشوفه. فاطلع انتقد، ما عنديش مشاكل، اطلع انتقد، ولكن حل في الغرفه المغلقه، لهكذا سميت الغرفه المغلقه. تعالى يا ابني انت عملت 1 2 3 عليك عقوبه، واطلع قدام الناس انا تمام، انا زي الفل. لكن ما ينفعش اطلع قدام الناس انا قلت انا تمام زي الفل وما عاقبش. غلط، هنا غلط. عاقب واتكلم في الغرف المغلقه، بس ما تفضحش نفسك، ما تسلمش لعيبتك، ما تسلمش دنيتك. يا جدعان اتلموا جنب بعض بقى، اتلموا جنب بعض بقى. تفرقتكم ضياع الدنيا، اتلموا جنب بعض بقى. لحد امتى هنقول ان التفرقه اللي انتوا فيها دي غلط؟ استغفرك يا ربي واتوب اليك.